في الموسيقى اختيرت كنزة مرسلي لتمثل الجزائر في السهرة التكريمية لأميرة الطرب العربي وردة الجزائرية في العاصمة اللبنانية بيروت في ذكرى رحيلها. السهرة سيشارك فيها نخبة من نجوم الفن على غرار صبرين النجيلي من مصر ورجاء قصباني من المغرب. أيام قليلة تفصلنا عن ذكرى رحيل من رسمت الفرح بصوتها الأخاذ، رحيل الأيقونة وردة الجزائرية، أميرة الطرب العربية التي تعتبر قدوة للكثير من نجمات الفن لما قدمت من تاريخ فني يبقى شاهدا عليها كأسطورة للفن للعطاء والتميز. وحشتوني وحشتوني وحشتوني. أهلا 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 بعز الحبايب. أهلا. اليوم وقبل أيام من ذكرى رحيلها يحضر لتكريمها في كل البلاد العربية أين زرعت الفرح والحب والفن الجميل. سهرة تكريمية تسجل في بيروت بلبنان تجتمع فيها أصوات استطاعت أن تضفي بصمة خاصة ورونقا جميلا على أغاني وردة، وهي صابرين النجيلي من مصر ورجاء قصباني من المغرب وفراشة الغناء العربي كنزة مرسلي التي ومنذ إطلالتها الأولى أصرت على الغناء لوردة الجزائرية. في يوم وليلة حرمت حبك اشتروني وبتونس بيك، روائع طربية تفننت كنزة في أدائها خلال مسيرتها الفنية الصغيرة، واستطاعت أن تجمع فيها بين الأداء الصحيح والإحساس العالي لتختار اليوم كنزة لتكريم وردة الجزائرية في حفل عربي مميز. غصة رحيل وردة الجزائرية لا تزال في قلوب كثيرين ممن عشقوها، لكن بوجود فنانين لم يختاروا من الفن إلا ما تغنت به وردة، دليل آخر أن وردة لن تموت وستعيش بصورتها في أثواب فناني الأجيال القادمة، وكنزة مرسلي خير مثال.